أول من فسر القرآن جزائري. عبد الرحمن بن رستم ليس هو أول من فسر القرآن يا مسلم، وليس هو أول من فسر القرآن. نعم هو فسر، يعني هو ألف في تفسير القرآن، لكن هو إباضي وليس يعني من أهل السنة والجماعة، وليس من المذاهب الأربعة، لا يتبع للمذاهب الأربعة الإمام مالك والشافعي وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل، بل هو يتبع المذهب الإباضي الذي أسسه عبد الله بن أباض، لذلك سمي بالمذهب الإباضي نسبة إليه، عبد الله بن أباض. وهم يزعمون أنهم يعني الذي أسس مذهبهم هو جابر، وجابر تبرأ منهم. عبد الله بن أباض هو الذي يعني جهر بذلك في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وأطلق عليهم عبد الملك بن مروان اسم الخوارج. وأرجع إن شئتم إلى الإمام مالك، موطأ الإمام مالك كتاب الجنائز، هناك فتوى للإمام مالك في الخوارج. فيعني هو إباضي، ويعني فسر القرآن على فهمه مذهبه الإباضي، ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، وليس هو أول من فسر القرآن، بل هناك من العلماء من فسره قبله، وهو سفيان بن عيينة، وهو كوفي، درس في مكة ثم ذهب إلى مكة ودرس هناك في مكة، وهو أول من فسر، أول من ألف في تفسير القرآن، وجمع مع تفسير القرآن الحديث، تفسير القرآن والحديث، يعني لم ينفرد بتفسير القرآن بل تفسير القرآن والحديث. أول من فسر القرآن من ألف في تفسير القرآن هو سفيان بن عيينة، وهو من علماء السنة. قال عنه الإمام مالك رحمه الله، قال عن سفيان بن عيينة قال هو إمام سنة. وقال عنه الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع العلم في الحجاز. يعني أثنوا عليه علماء السنة الكبار. هو أول من فسر، أول من ألف في التفسير وجمع مع ذلك الحديث. وسفيان بن عيينة يا مسدود ولد، هذه احفظها عندك مليح، ولد سنة 107 هجري، ستقول بأن توفي سنة 171 هجري. سفيان بن عيينة ولد سنة 107 هجري وتوفى سنة 198 هجري. يعني هو أول من ألف في تفسير القرآن، والذي فسر القرآن هو ابن عباس، كان يسمى رضي الله عنه، كان يسمى بترجمان القرآن، ويطلق عليه أيضا لقب حبر الأمة. وبعد يعني سفيان بن عيينة ابن ماجه يعني انفرد يعني بتفسير القرآن، يعني ألف في تفسير القرآن. وجاء بعد سنوات، بعد 4 أو 3 سنوات أو أكثر، جاء من بعده الطبري السني، حتى لا يختلط على الناس، لأن هناك الطبري الرافضي الشيعي وهناك الطبري السني، وهم يعني لقبهم تقريبا واحد. يعني لقب الطبري هو السني هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، وهذا الرافضي، وعصره أيضا هذا الرافضي، واشتهر بسبب الطبري. لقبه أيضا أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الرستمي. وألف يعني الطبري، هو معروف أحد علماء أهل السنة، وهو معروف، وله تفسير الطبري، وله أيضا تاريخ الطبري. وألف كتاب سماه الأمراء والملوك. فألف بعده هذا الرافضي الشيعي كتاب سماه الرسل والملوك، يعني يشتهر باسم الطبري السني حتى لا يختلط على الناس. هذا أيضا الطبري السني ألف يعني في تفسير القرآن بعد ابن ماجه، والذي بدأ التفسير ليس ابن رستم بل هو سفيان بن عيينة رحمه الله. وبعده فسر ابن رستم فسر القرآن، لكن على فهم الإباضية وليس على فهم أهل السنة والجماعة.
هذا للتذكير فقط. وحتى يعني وإن كان الجزائري مثلا فسر القرآن فالأمر عادي. قد وضع الإسلام القبلية هذه والعنصرية وضعها الإسلام. فأصحاب الصحاح الست ليسوا عرب. البخاري من البخاري، إمام مسلم، الترمذي من ترمذ، ابن ماجه وغيره، الإمام الألباني من وين؟ من ألبانيا. فالإسلام وضع هذه القبلية وهذه العنصرية. وسلمان الفارسي يعني من فارس، تخاصم فيه المهاجرون والأنصار، قال المهاجرون سلمان منا وقال الأنصار سلمان منا، فرفعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال سلمان منا نحن أهل البيت. فالإسلام وضع هذه القابلية والناس سواسية كأسنان المشط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يعني الصحابة، هل هناك أفضل من الصحابة؟ من وين الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أفضل منه، خير خلق الله، وهو من الحجاز. أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد والقعقاع وغيره، وأبا عبيدة وغيره من المهاجرين والأنصار من الحجاز، وهم أفضل من الذين أتوا من بعد سواء كانوا علماء أو غير. فالإنسان لا يتعصب يعني، حتى وإن لو كان الذي فسر القرآن جزائري فكان الأمر عادي، هناك من هو أفضل منه والأمر عادي. فأبو جهل يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام أين هو؟ يعني في سجين. وأبا بكر لا توجد قرابة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني في عليين. أبا بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وثاني اثنين في الغار، وهو من أفضل الصحابة. فيعني والله عز وجل فصل في هذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.